في منطقة مزاب جنوب الجزائر وقعت أحداث هجوم واعتداءات من طرف الدواعش المجرمين بحماية الشرطة الجزائرية وبجانب مقر الشرطة المركزية. اقتحموا مقبرة المزابيين وقاموا بهدم وتدمير المعالم التاريخية. وهذه سلسلة من الفيديوهات توضح التواطؤ الفاضح للشرطة الجزائرية في هذه الأحداث اللي وقعت في ديسمبر 2013 في بداية أحداث غرداية. كيف قامت الشرطة الجزائرية بمساعدة الملثمين والمجرمين الذين نشاهدون في الصورة بتواطؤ فاضح وخارق للقوانين الجمهورية في تدنيس مقبرة المزابيين الأمازيغ بفتاوي من التكفيريين الدواعش على أن مقابر أمازيغ مزاب هي مقابر إباضية، والإباضية هم من الخوارج الكفرة أعداء الله والذي يصفونهم باليهود. لذلك قاموا بهذه الحملة الشرسة بتواطؤ من الشرطة الجزائرية كما نشاهد، حيث قاموا بتدمير معالم تاريخية وبعض الأضرحة سوف نعرضها في الفيديوهات المقبلة. شاهدوا هنا كيف يتواجد جيوش من الشرطة الجزائرية التي تقوم بتأمين الحماية للدواعش والمجرمين الذين يقومون بتخريب وتدمير وتدنيس لمقبرة المزابيين. مقبرة الشيخ أمي سعيد هي أقدم مقبرة في مدينة غرداية، وفيها معالم تاريخية وأضرحة مصنفة ضمن التراث العالمي الإنساني ومحمية من طرف اليونسكو. شاهدوا كيف تقوم الشرطة بالدفاع عن المجرمين وطرد المزابيين الذين يحاولون الدخول إلى المقبرة لحمايتها وطرد هؤلاء المرتزقة وهؤلاء المجرمين الذين يقومون بهذه الجرائم في وضح النهار وأمام أعين الجميع. وهذا ما قمنا بتوثيقه في هذه الفيديوهات، وهناك العديد من الفيديوهات التي تثبت تورط الأجهزة الأمنية. كما نلاحظ هنا ملثمين ومجرمين يدعون للهجوم أمام أعين الشرطة بل تحت حماية الشرطة وتوجيهات من ضباط الشرطة الجزائرية. بعد التواطؤ شوفوا المجرمين الدواعش يلوحون بالانتصار تحت حماية الشرطة الجزائرية وتقذف الغازات والقنابل المسيلة للدموع في اتجاه المزابيين اللي يحاولوا باش يدافعوا على مقبرة المزابيين وتطرد المجرمين الذين يدنسون المقابر الأجداد ومقابر الأولياء ومقابر الآباء. كما رانا نشوفوا يمشوا فوق المقابر وفوق هذه القبور في تواطؤ فاضح مع الشرطة الجزائرية اللي تقوم بتنسيق وتواطؤ معهم في هذه الحالة كما نشاهدوا هنا، ولا اعتقال لأي مجرم ولا طردهم. في المقابل نجد أنهم يقومون بقذف قنابل المسيل للدموع والرصاص المطاطي في اتجاه المزابيين. وكما نلاحظ هنا ضباط من الشرطة هم الذين يقومون بتوجيه الشرطة للهجوم والتصدي للمزابيين، مما يؤكد أن هناك تواطؤ كبير وخطة ممنهجة من طرف السلطات الجزائرية اللي تنفذ في هذا الهجومات باش تخلق بؤرة توتر في غرداية، باش يكون هناك اقتتال طائفي وتبقى تسوق للأزمة بأنه اقتتال طائفي بين فئتين بين مذهبين بين عرقين حتى تنفذ خطتها الممنهجة في تسويق الأزمة ومغالطة الرأي العام الوطني والدولي والتغطية على جرائمها التي ترتكبها في هذه اللحظات وما سيقع من اقتتال فيما بعد احتدام الأزمة واختلاط الحابل بالنابل وتجدد الصراعات في جميع مناطق ولاية غرداية أو منطقة مزاب.